السلام عليكم. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم في بلاغ رسمي أنه تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة بين 13 و4 فبراير 2023 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 من دجنبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. ويشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت قد تقدمت يوم 22 من دجنبر الماضي بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. ومن خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجراءات التالية: إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والأحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى مدينة قسنطينة.